اللهم إن أحسنا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا، وإن أعرضنا فأرسل لنا من أحبابك من بلطف يأخذ بأيدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا بقى احنا في حيرة كل يوم هنعمل اكل ايه النهاردة. انا حبيت ان انا اجيب لك طريقة جميلة جدا. الاكلة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة ان شاء الله تعجبك. النهاردة بقى هعمل لكم اكلة جميلة جدا ومختلفة، وممكن يكون يعني كتير منكم يعني ما شافوهاش، او طبعا كلنا بنحب نخترع كده ونعمل حاجات جميلة. هنا من ربع كيلو لحمة مفرومة هعمل لك اكله جميله جدا وبكميه كويسه جدا تقضي كل افراد الاسره. المكونات بتاعتنا عباره عن ربع كيلو لحمه مفرومه، بصلايه مبشوره ناعم جدا، وكوبايه برغل نقعتها في ميه سخنه لحد ما زادت معايا واستوت بالشكل ده. والبهارات بتاعتنا سهله، عباره عن فلفل اسود، بهارات لحمة مشكلة، ملح، بابريكا، ومعلقة بيكنج باودر. اول حاجة هنضيف البصل وهنضيف عليها التوابل وهنقلب كويس البصل مع التوابل. بعد كده هنضيف ربع كيلو لحمة. هنا اللحمة بتاعتي مش حمراء قوي، لازم تكون دسمة شوية علشان تديني نتيجة كويسة للأكلة بتاعتنا. هبدأ ان انا اعجن اللحمة مع البصل والتوابل لحد ما نوصل للدرجة دي. بعد كده هضيف عليها كمية من البرغل لحد ما اشوف يعني النسبة المتساوية مع اللحمة. هنا لقيتها محتاجة تاني، ضفت لها حوالي ربع الكمية تاني، وبدأت ان انا اقلب. لازم تعجنيهم كويس قوي مع بعض علشان يديكي نتيجة كويسة. وطبعا لو عندك كبة هتبقى برضو جميلة معاكي، بس انا حبيت ان انا اوريكي ان انا يعني بعجنها بايديا عشان لو ما عندكيش كبة ولا حاجة. هنا خدت مني كوباية الا ربع من البرغل. وهنا بقى هجيب العيش السوري او الرقاق الطري، لو عندك ده او ده هينفع معانا وهيبقى جميل برضو. وهبدأ ان انا احط كمية من اللحمة المفرومة بالخلطة اللي احنا عملناها، وهفردها كده على العيش. طبعا ما تمليش يعني ما تكتريش كمية اللحمة علشان ما تبقاش تقيلة معاكي، بنفس الطريقة كده اللي انتوا شايفينها. بعد كده هبرم بقى العيش بتاعي وهعمله رول كده وهضغط عليه كويس، وهكمل بقية فرد اللحمة على العيش. وهنا فردت اللحمة كلها على العيش وبرمت العيش بنفس الطريقة رول كده. وهبدأ ان انا اقطع اول الطرف كده بتاع العيش عشان بيبقى فاضي، انا ما مليتهوش يعني. وهقطع قطع متساوية من العيش بنفس الطريقة كده. طبعا ما يكونش الحجم بتاعها تخين علشان اللحمة تستوي حلو. وهجيب عصاية شيش طاووق وهبدأ ان انا اغرس فيها كل قطع العيش باللحمة اللي احنا عملناها. طريقة سهلة مش محتاجة اي حاجة، وان شاء الله هتعجبكم كلكم. عملت كل الكمية بنفس الشكل، شكلها جميل قوي ويفتح النفس. كده خلصت اول رغيف. فردت اللحمة بنفس الطريقة على العيش وبرمتها كويس جدا. وبعدين هقطع الاطراف بتاعة العيش علشان يبقى متساوي معايا، ولانها كمان بتبقى فاضية. وهقطع قطع متساوية بنفس الشكل. بحاول اعيد لك الطريقة تاني علشان تبقى سهلة معاكي. وهنا كملت باقي القطع اللحمة بالعيش في عصاية الشيش طاووق وخلصت كل الكمية. عملت معايا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. وبصراحة كفتنا كلنا وكان طعمها جميل جدا. هبدأ بقى اجيب صينية عندي مستطيلة بنفس الشكل، او لو عندك جريل تقدري تجيبيه وتحط عليه معلقتين زيت.
وتسخن معاكي، وتبدأي بقى ترصي فيها العصاية بتاعت اللحمة اللي هي عصاية الشيش طاووق اللي احنا عملناها بنفس الطريقة، واغطيها بورق الفويل كده علشان تستوي من جوه ومن بره. بعد شوية هشوفها علشان اشوف الجنب كده استوى معايا. لقيت الجنب ده استوى، هبدأ بقى اقلبها على الجنب التاني. ممكن لو انت حابة ترصيهم كلهم كده في صينية وتدخليهم الفرن وتغطيها برضو هتبقى جميلة معاكي، بس انا حبيت اغير لك واعملها لك على البوتاجاز. وهنا شلت الجزء اللي استوى معايا وهبدأ اضيف باقي الكمية. ما خدتش وقت معايا كمان في السوا، وكانت جميلة جدا وريحتها تحفة. وهنا خلصت كل الكمية. ولو وصلت معايا لحد الخطوة دي طبعا ما تنسوش اللايك الجميل والمشاركة الحلوة بتاعتكم. وهبدأ ان انا ارصها في الطبق بتاعي. طبعا عملت بقى معاه شوية بطاطس محمرة، طبق سلطة اخضر جميل، شوية مخلل اللي موجود عندك وتقدري توفري. انا حبيت اوريكي افكار، وطبعا كل واحدة وطريقتها الجميلة وبتقدر تعمل احسن من كده كمان. بصوا الشكل النهائي جميل ازاي، شكلها جميل جدا. هستنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء،